اهلا يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده حابه اتكلم معاكم عن السايكولوجي او البيهيفير اند سوشيال ساينس او الطب النفسي. ايا كان اسمه، يعني انا هتكلم عن صحتك النفسيه. بس قبل ما ابدا حابه اعرفكم بنفسي. انا اسمي ندى حسين عسكر، وانا من محافظه الشرقيه، وانا من الناس المهتميه جدا بمجال الطب النفسي، وعملت ريسيرش بيبر والحمد لله اتنشرت على موقع SSRN، وهو يعتبر اكبر موقع في العالم للعلوم الاجتماعيه والسلوكيه. فاول حاجه ممكن ابدا بيها هو ايه الطب النفسي ده، او ايه السايكولوجي ده اصلا؟ السايكولوجي هو نوع من انواع الطب او فرع من فروع الطب. الهدف منه ان هو بيشخص وبيعالج الاضطرابات النفسيه المختلفه، او بيمنع الاضطرابات النفسيه دي قبل ما تحصل اصلا. يعني مثلا لو احنا عندنا اتنين مقبلين على الزواج، فهما الاتنين لازم ان هما يروحوا لثيرابيست او لايف كوتش ايا كان اسمه، يقعدوا مع حد فاهم في الطب النفسي، يبدا ان هو يعالجهم من صدمات الطفوله اللي هم تعرضوا لها، اللي هي اساسا بتاثر على الاطفال والاجيال اللي جايه كلها اصلا. فاحنا هنا بنحد الحاجه قبل ما تحصل. وتاني حاجة هكلم فيها هي أهمية الصحة النفسية. هو ليه المنتل هيلث مهم في حياتنا؟ تخيل كده إن أنت قاعد مع أهلك وصحابك، معزومين في مكان، عندك شركة، شغال شغلانة مستقلة ومستقرة كمان، كل حياتك كويسة، بس انت مش حاسس بأي حاجة من الحاجات دي. عامل كده زي الشخص اللي هو لابس جوانتي في ايده وبيدوله كوباية مية سخنة ويقولوا له انت ازاي مش حاسس بالحرارة. اي شخص عنده اضطرابات نفسية او اي ديس اوردر في العالم، هو مش بيقدر ان هو يحس الاحاسيس الطبيعية اللي اي حد بيحسها. فاكرين ايام الكورونا؟ الشخص اللي كان عنده كورونا هو مش كان بيقدر ان هو يستطعم او يشم الاكل. دي نفس حياة أي شخص عنده أي ديس اوردر ليها علاقة بالسايكولوجي، هو مش بيقدر إن هو يستطعم أو يحس الحياة. عشان كده الصحة النفسية دي مهمة جدا. مش عايزة أصدمكم، بس الصحة النفسية هي اللي مرتبطة بالسعادة، مش النجاح هو اللي مرتبط بالسعادة. لأن في ناس كتير ناجحة في حياتها بس هي مش حاسة بده، وده السبب نوع من أنواع الاضطرابات النفسية اللي أنا هتكلم عنها. ودلوقتي بقى هتكلم عن تطور الطب النفسي عبر الزمن. احنا محتاجين هنا بقى كل الأهالي والأمهات والأبهات يسمعوا الكلام اللي أنا هقوله. كان زمان في العصور القديمة كانوا شايفين الاضطرابات النفسية دي بسبب أرواح شريرة أو عقاب إلهي، كانوا شايفين كده. بس بقى في العصور الوسطى شافوا إن ده بسبب السحر والشعوذة. يا حبيبي انت واخد عين. وكانوا بقى بيعملوا معاه ايه؟ كانوا بيعزلوه. عارفين ايام الكورونا؟ انت مش قادر تستطعم ولا قادر تشم، هنعزلك. كذلك في العصور الوسطى، انت مش قادر تشوف الحياة، مش قادر تحسها، خلاص يا حبيبي هنعزلك. بس تقريبا الأهالي معلوماتهم عن الصحة النفسية واقفة عن العصور القديمة والوسطى بس. من أول القرن ال19 بدأ يتطور الطب النفسي، بدأ ليه علم، وبدأ يكون ليه مؤسسات طبية وملاجئ زي المستشفيات أو المستوصفات الصغيرة كده. في القرن ال20 بدأت تظهر الأدوية، وبدأنا نفهم أكتر عن العلوم النفسية والإنسانية، وكمان بدأت إن هي تظهر العلاجات النفسية الحديثة. أما بقى في عصرنا الحالي بقى عندنا أدوية وعلاج نفسي ودعم اجتماعي، وكمان بقى عندنا استخدامات تكنولوجية كتيرة جدا إن هي تساعدك في تشخيص حالتك النفسية وكمان تعالجك. ودلوقتي هتكلم عن أنواع الاضطرابات النفسية المختلفة. ممكن الشخص يكون عنده anxiety أو depression، وده زي ما قلت لكم، انتوا لو اديتوله كوباية مية سخنة هو مش هيحس بيها، كأنه لابس جوانتي في ايده، هو مش حاسس بحاجة. او اضطرابات المزاج، زي الشخص اللي عنده مثلا ثنائي القطب اللي هو البايبولر، هو شوية كويس وشوية زعلان، شوية كويس وشوية زعلان. ممكن نكون قاعدين بنضحك وفي نص الضحك يقعد يعيط. وده نوع من انواع الاضطرابات النفسية. ده مش شخص حابب ان هو يلفت الانتباه او دراما كوين بتاعة القعدة، لا، ده اضطراب نفسي، دي مشكلة وليها حل. او الايدنج ديس اوردر. الايدنج ديس اوردر دي ليها انواع مختلفة، زي ان شخص ياكل ويحب ان هو يتخلص من الاكل اللي كاله باي طريقة ممكنة، او الشخص ياكل كتير جدا، او ما ياكلش خالص، او يفضل طول اليوم على وجبة واحدة بس واكلها. وطبعا مش اي شخص ما بياكلش هنبدا ان احنا نقول له انت عندك eating disorder، لا، هو لازم ان هو يقعد مع ثيرابيست يقدر ان هو يشخصه. ودي من الامراض الناتجه من صدمات الطفوله. او الاضطرابات المختلفه زي ال ADHD او التوحد، او شخص اتعرض لتروما او صدمه في الفتره الاخيره،
أو فقد جزء أساسي من حياته. ودلوقتي هتكلم عن ازاي تقدروا تدرسوا السايكولوجي. اول حاجة تقدروا تدخلوا كلية طب بشري، وهناك في قسم العلوم النفسية تقدروا تدرسوها باستفاضة. تاني حاجة تقدروا تدخلوا كلية تربية او اداب قسم علم النفس يعني، وهنا بنصح بكلية اداب جامعة طنطا قسم العلم النفسي فيها، لان اثناء فترة الكلية بيكون في تدريب في مستشفيات ليها علاقة بالعلوم النفسية زي مستشفى العباسية. وكمان بعد التخرج تقدروا تشتغلوا وتطلعوا كارنيه بكل سهولة. واخر حاجة هي كلية البيهيفير اند سوشيال ساينس، ودي بتكون برا مصر. يا جماعة تقدروا تدرسوا الطب النفسي جوه مصر او برا مصر بسكولرشيب. وبرا مصر ممكن ان احنا هي مش اسمها كلية الطب النفسي، هي اسمها behavior and social science، ومن اشهر الجامعات اللي بتقدم منح فيها وهي جامعة مينيرفا. عن البحث العلمي، والبحث العلمي في الطب النفسي هو مش بيزعل حد. شوف انت بتعرف تعمل ايه وتعالى اعمله. انت بتعرف تعمل ابلكيشن، تعالى اعمله. بتعرف تعمل ريسيرش بيبر، تعالى اعملها. بتعرف تعمل تكنيك، تعالى اعمله. شوف انت بتعرف تعمل ايه وتعالى اعمله. وما دام احنا اتكلمنا عن البحث العلمي فلازم اقول لكم خطوات البحث العلمي. واول حاجة هندور عليها المشكلة، وعشان تفهموا الشرح كويس هشرح على مثال، وهو المثال الأقرب لقلبي اللي بشرح عليه بقالي 3 سنين، وهو الشخص اللي عنده ADHD، شخص عنده فرط حركة، تشتيت، مش بيركز، مش قادر يتعلم، عايز يلعب دايما. دي المشكلة. أنا مسكت الحاجة اللي أنا عايزة أحل فيها، طلعت منها المشكلة. بعد ما طلعت المشكلة هبدأ إني أحط فرضية. الفرضية بتاعت البروجكت ممكن هي تكون حاجة من ال3 حاجات دي. اول حاجة ممكن هي تكون ريسيرش بيبر، ان انا اشوف مرض ال ADHD ده مرض وراثي، مرض مكتسب، مرض نتيجة لجين معين او ان جين معين اتحول. ببدأ اني ادرس الخصائص بتاعة المرض ده، وبعدين ببدأ اني احط حل للمرض ده. يعني ابدأ احط الريسيرش بيبر ممكن هي تكون بالبيولوجي، ممكن هي تكون بالجينات، ممكن هي تكون بالكيمستري، اي حاجة من ال3 حاجات ده. او ان هو يكون ابلكيشن. فكرت ان اعمل ابلكيشن للاشخاص اللي عندهم ADHD عبارة عن لعبة، ديزاين اللعبة هيكون عبارة عن كذا 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 سلم وتعبان في مذاكرة كذا 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 كذا. ده نوع من انواع الحل. او تالت حاجة بفكر اني اعمل بروتوتايب. البروتوتايب ده عبارة عن مثلا عن جهاز فيه 3 اوض او 3 مثلا ادراج. كل درج هفتحه هيعمل اغنية معينة، فانا لازم اقلد الاغنية عشان الدرج يسكت، والدرج التاني هذاكر بطريقة معينة. او هيكون تكنيك زي كده مسلسل خلي بالك من زيزي تقريبا ده كان اسمه. كانت البنت فيه كانت عملت تكنيك عشان تساعد الاشخاص اللي هم عندهم ADHD، ان هو يذاكر شوية ويلعب شوية وبعدين يلعب كيك بوكسينج، وبعدين يدخل على اختبار مدته 3 دقايق وبعدين يذاكر وبعدين يراجع كده. وبعد ما هتعملوا الفكرة بتاعت البروجكت نفسها هتبدأوا ان انتوا تكتبوا الميثودولوجي، تبدأوا ان انتوا تكتبوا كل حاجة في البروجكت، لغة البرمجة، الوسيلة اللي تتوصل دي هتكون ايه مع ايه، او مثلا التكنيك ايه بعد ايه او ايه قبل ايه. وبعدين هتبدأوا ان انتوا تنفذوا البروجكت نفسها، وبعدين تعملوا تجارب على اشخاص. شايفين الخطوات دي كلها تنفع في اي حاجة، والطب النفسي من افضل العلوم ان انا اشرح فيها اي خطوات تكنيك اي حاجة. لان مثلا لو دخلنا في البايو ميديكال ساينس او البايو ميديكال انجينيرنج، فانا هشرح لكم عن في البايو ميديكال ساينس عن ازاي تعمل ريسيرش بيبر. انا هنا شرحت ان ازاي تعمل ريسيرش بيبر. البايو ميديكال انجينيرنج هقول لكم ازاي تعملوا بروتوتايب. انا هنا قلت لكم ازاي تعملوا بروتوتايب. عشان كده الطب النفسي بيطبطب على كله. وهنا ممكن اكون توهت شويه في الكلام، بس فعلا ال3 دقايق دول بيشرحوا ازاي تعملوا ريسيرش بيبر كويسه جدا. كنت عملت جروب اسمه ساينس فير، كان الهدف منه اني اعلمكم ازاي تعملوا اي ريسيرش بيبر وتاخدوا بيها اي جايزة انتوا عايزينها. وها نحن في نهاية الرحلة. بصراحة محبتش اطول في السيشن خالص، حبيت ان هي تكون من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير، تقدروا تفهموا اكتر عن الطب النفسي، عن الاضطرابات اللي موجودة، عن البحث العلمي في الطب النفسي. واخيرا هتكلم عن الكونكلوجن. قبل ما تدرس الطب النفسي او قبل ما تكون حابب انك تشارك في علاج شخص نفسيا، الاهم ان انت تكون نفسيا كويس، وان انت تدرس الحاجات وتبدأ فعلا تنفذها على نفسك. مش يكون كلام بتقوله كله هيبقى كويس وتبدأ انك تواسي ده وتواسي ده وانت اساسا مش طبقت ولا تكنيك على نفسك. انت مش مقتنع اساسا بالكلام اللي انت بتقوله. عشان تكون يعني عشان تقنع اي حد اي حاجة ليها علاقة بالطب النفسي،
لازم انك تكون كويس. حقك تبقى زعلان، حقك تبقى متضايق، حقك تبقى مخنوق، حقك يعني انت اوريدي هتمر ببلاءات، هتمر بحاجات صعبة، هتمر بحاجات كويسة. لازم تحس كل المشاعر بأحاسيس طبيعية. في غلطة يعني بجد اي حد، يعني عشان كنت بتعامل الفترة اللي فاتت مع دكاترة نفسيين كتيرة جدا، فكانوا بيقولوا لي ان كانت مشكلة من المشاكل اللي عند زمايلهم في نفس المجال بتاعهم اللي هو الطب النفسي، اللي هو شايف ان هو انا مدام دكتور نفسي انا ماليش الحق اني ازعل، انا مدام دكتور نفسي انا ماليش الحق اني احس باي مشاعر سيئة. كل المشاعر اللي انا احسها هي مشاعر ايجابية ومشاعر حب ومشاعر رغبة في الحياة وتغيير الحياة. لا، مفيش حاجة اسمها كده. اي شخص بيدرس الطب النفسي فهو انسان، هو بني ادم، هيحس بفرح، هيحس بحزن. الاهم من كل ده ان هو فعلا يكون مقتنع ان الحياة كويسة فعلا زي ما احنا قرينا في الطب النفسي. وشكرا جدا ليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا فعلا استفدتوا من شوية صغيرين اللي اتكلمت فيها معاكم عن الطب النفسي. انا اسمي ندى عسكر، واتمنى تعيشوا حياتكم بزي ما بترسموها في دماغكم. باي باي.